السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصريه. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده تعالوا نعملوا غدانا البسيط السهل اللي انتم متعودين مني دايما ان انا اعمل. غدا بسيط وسهل وسريع. هنحط دي نص معلقه سمنه بسيطه. احط فصين 3 مستكه، واحط فصين حبهان اشوحهم بس الريحه بس تطلع. احط بصل، طماطم. اكيد انتوا عرفتوا انا هعمل ايه، لان ما بغيرش الطريقه دي. اشم بس ريحه المستكه والحبهان، واضيف اللحمه. ادي اللحمه لونها غير، شوحتها تشويحه بسيطه. احط عليها بقى ميه سخنه بتغلي. الغدا الحقيقه دوت النهارده مطلوب مني كده بالاسم، لبابا الولاد بيحب الغدوه دي جدا، وانا بقى ما اقدرش يعني ارفض له طلب. هتغلي، ولما تغلي غلوتين اوطي عليها النار. احلى شوربه تشربيها واحلى لحمه تستوي، رغم ان هي النار هاديه بس ما تاخدش وقت. وتغلي اشيل الريم ونكمل الوصفه مع بعض. اكمل وصفتي او غدايا النهارده. انا فاهمه كويس جدا ان انا فيديوهاتي بتاعت الاكل ما فيهاش افتكاسات جديده. احنا بنتفرج دايما على فيديوهات ويعجبك وكله، بس ممكن تقولي الله ده انا ما عنديش ده، الله ده انا مش هقدر اعمل ده. يبان غدايا بسيط وسهل، بس جايز انا بقول في الفيديو بتاعي بتعملي انت مثلا صينية البطاطس او طاجن البطاطس بطريقة. طب جربي طريقتي، يمكن تكون اطعم، يمكن يكون عندي فكرة اكتر. فانا فاهمة ده كويس ان مفيش افتكاسات، عندي افتكاسات كتيرة وعندي حاجات، بس انا ما بقضاش. يعني انا بخاطب الطبقة المتوسطة مننا، من الستات اللي هي بحيث تتفرج على الفيديو بتاعي تقوم تعمل غداها لما تبقى محتارة، تبقى حاجة بسيطة جدا، تقوم تقول ايه طب لما اعمل الفكرة دي. جايز انا بقول فيها تكة زيادة او حاجة، او طريقتي مختلفة. فاهميني انا اقصد ايه؟ طيب حطينا اللحمة على النار بتتسلق. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت بصلتين وسط والبرام صغنن علشان يكفي فردين، وحطيت معلقة توم مفروم، على رأي احمد ابني توم مفري يا ماما. احط فلفل اسمر، ملح، ادعكهم بقى ببعض زي ما احنا متعودين دايما. احط عليها للطعم ده فلفل رومي عادي. ودايما دايما بعمل حاجة سهلة، بعمل غدا حلو ومتقن وسهل. ايه المشكلة في كده؟ دي بطاطس مقطعة مكعبات تقريبا، بطاطساية ونص. ازاي نص البطاطس؟ مش احسن حاجة في السوق، فبيبقى فيها حاجات كده بشيلها يعني. ولو هي بني وفي بيج كلها على بعضها برميها، ما اخدش منها حتة واسيب حتة، لا، بتبقى البطاطساية كلها مصابة. جايبة والله طماطميتين بس كبار شوية، وحطيت عليهم مرقة دجاج وضربتهم في الخلاط.
انا بعمل كده للسائل ينزل تحت علشان ما تتحرقش ويبقى فيه سائل فوق. ده كان بيحصل معايا كده، بس انا انتبهت للنقطه دي، لازم اوسع كده للسائل ينزل تحت. احط عليها بقى معلقه زيت ومعلقه سمنه وادخلها في الفرن، وتعالوا نكملوا الوصفه مع بعض. انا مش هدخل دي في الفرن الا لما اعمل بقيه الوصفه. هنعمله ايه بقى في الوصفه الاساسيه اللي هي اللحمه اللي سلقناها؟ هنعمل بيها نوع عظمه 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 مفيش حد يختلف عليه ابدا. انا سلقت اللحمه وحمرتها، شوحتها كده في السمنه، احطها بقى في قاع البرام. ارش عليها ملح مش كتير، احط عليها فلفل اسمر، الشاطره فيكم بقى تقول لي انا بعمل ايه. دول كوبايتين رز، ايا كان الكميه بقى اللي انت عايزاها. غسلتهم، احطهم كده، دول كوبايتين رز. انا الحقيقه بعمل برام الرز المعمر او الرز الرز معمر بس من غير لحمه. انا بحط مقدار الرز هو مقدار الماده السائله لبن وميه، بس بزود نص كوبايه بس. ادي كوبايه لبن، كوبايه ميه، احط كمان نص كوبايه ميه. طبعا انا مشغله الفرن لسه المروحه شغاله اهي. احط حوالي معلقتين من الملح، ملح بقى حسب الرغبه يعني. يبقى حطيت كوبايتين رز، حطيت كوبايتين ونص ميه. في بيحبوا الرز مفرفر، احنا مش بنحب الرز مفرفر، تقدري تحطي كوبايتين بس، لكن عندي مش بيحبوه مفرفر يعني. حتى بابا الولاد ما يحبش البسمتي ابدا عشان بيبقى مفرفر. اكمل كده بقى. الحاجه الاساسيه في برام الرز المعمر عندي اساسي، يعني لو مش عندي مش هعمله، اللي هي القشطه وش اللبن. يعني يا قشطه يا كريمه، يا ده يا ده. اعمل ايه بقى؟ احط انا شغلت الفرن، انا هحط البطاطس والرز في الفرن خلاص، واتضير بقى. اشوف بقى مطبخي زي ما بقول لكم كل مره، الغدوه هحطها في الفرن او اشغل عليها البوتاجاز، واشوف ايه بقى اعمله في البيت. اروق هنا، اغسل مواعين، انشر غسيل، مش عارفه ايه، يبقى خلصتي من الغدا. احطهم في الفرن يستووا، ونشوف هنعمل ايه في الرز المعمر تاني، ونقدم الغدا مع بعض. طلعنا برام الرز من الفرن، هو وطاجن البطاطس. نعمل كده، افتحه كده، احط بقى معلقتين سمنه، هو الرز المعمر بيحتاج سمنه اكتر من الرز العادي اللي بيتعمل على البوتاجاز، عشان هو لازم بيبقى دسم. اوكي، احط كمان معلقتين زيت، ضروري الزيت يخليه مفرفر وبيلمع، اساسي يعني الزيت اساسي، ما يبقاش بهتان كده. واساسي اغطيه بعد التصوير، اغطيه بعد كده اغرف. في حاجه عايزه اقولها، انا عامله مسابقه على القناه لتنشيط القناه، يعني انا هعمل خصم 10% على اي اوردر تورته. بس اللي تتفرج على الفيديو انا هبعت مع كل تورته الQR كود ورقم الواتساب بتاعي.
تشترك في القناة وتعرف كلمة السر اللي هقولها في نهاية الفيديو، وتبعتها لي على الواتساب. أول أوردر تورتة عليها 10% خصم. 10% ده كتير مش شوية. فأنا عملت معاكم النهاردة طاجن الرز المعمر، يعني أنا زوجي بيحبه جدا. وعملت معاكم كمان طاجن البطاطس في الفرن، بيحبها جدا قوي خالص، وسلطة. ودلوقتي هغرف الشوربة بتسخن، أساسي عندي الشوربة. وطبعا اوعوا خالص حد ينسى في وجبة زي دي طبق سلطة دايما، علشان الأطفال الصغيرين يتعودوا إن الأكل يبقى معاه سلطة، لأن السلطة دي مفيدة جدا جدا. خلاص اتفقنا بالنسبة للمسابقة اللي هبعت لها QR كود بتاع القناة، تشترك وتعمل لي سكرين شوت وتشترك في القناة وتعمل لايك وتسيب لي كومنت، هكتب لها برضو رقمي اللي عليه الواتساب، تبعت لي كل دوت. أول أوردر تورتة عليه 10%، واللي هيشترك يشرفوني، واللي هيعمل أوردر يشرفوني. أوكي اتفقنا. عملت معاكم النهاردة غدا الرز معمر وطاجن بطاطس روعة، ريحته قلب الدنيا، وسلطة. ودلوقتي أغرف الشوربة عشان بحبها سخنة جدا. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية. بحبكم كلكم، وطبعا ما تنسوش الاشتراك واللايك يوصلك مني، وتفعيل الجرس يوصلك مني كل جديد. بحبكم كلكم، باي باي.